اللي حصل في 1981 بدأ بخناقة عادية جدا، بس بعد أيام قليلة بقى فيه جثث وبيوت بتتحرق وقوات نازلة الشوارع. قلت أنا رئيس مسلم لدولة إسلامية يعيش فيها المسلمون إلى جانب المسيحيين والشعب واحد. أيضا رسالتي دي ما اتفهمتش بالذات من المسلمين. في الزاوية الحمراء الخلاف كان بين أهالي مسلمين وأهالي مسيحيين في نفس المنطقة. سبب الخناقة شقة سكنية مملوكة للدولة اتسكنت لأسرة مسيحية، وفي ناس من المسلمين في المنطقة اعترضوا وقالوا إن في أحقية تانية في الشقة، ورواية تانية قالت إنها كانت بسبب غسيل بينقط على غسيل في البلكونة اللي تحتيه. الكلام بدأ بسيط، اعتراضات شد وجذب، وبعدين مشادة مباشرة بين أفراد من الطرفين. المشادة اتحولت لاشتباك بالأيدي، وبعدها الموضوع موقفش. كل طرف بدأ يلم ناس من عنده، أهل، جيران، شباب المنطقة. هنا الخناقة خرجت من فردية وبقت جماعية. الأحداث بدأت تكبر بشكل سريع جدا، رشق بالطوب بين الطرفين، اعتداءات على بيوت ومحلات، ناس بتجري في الشوارع، وخوف بيكبر. المسيحيين في المنطقة اتمسكوا ببيوتهم ووجودهم، والمسلمين المعترضين شافوا ان الموضوع بقى كرامة وحق، وبدل ما يهدي كل طرف زود التصعيد. في أيام قليلة المنطقة تحولت لساحة اشتباكات، حرق بعض المنازل، تكسير محلات، سقوط قتلى ومصابين من الطرفين. العنف ما بقاش فردي، بقى شبه موجة بتنتشر في أكتر من شارع. السؤال المهم، فين الدولة وقتها؟ في البداية التدخل الأمني كان محدود وما قدرش يسيطر بسرعة على الأحداث، وده ساهم إن الموضوع يكبر أسرع. لما الأمور خرجت عن السيطرة الدولة قررت تدخل أقوى. حصل نزول قوات أمن مركزي بكثافة وفرض سيطرة على الشوارع وانتشار أمني واسع في المنطقة. وفي بعض الروايات تم استخدام القوة لفض الاشتباكات والقبض على عدد كبير من المشاركين من الطرفين. بعد أيام من العنف تمت السيطرة على الوضع تدريجيا، وتم فرض حالة هدوء أمني وانهاء الاشتباكات بالقوة وفتح تحقيقات في الأحداث. لكن كل ده حصل بعد ما الخسائر كانت وقعت بالفعل. كل ده حصل في آخر أيام حكم محمد أنور السادات، وقت البلد كانت مشحونة جدا، في توتر سياسي واحتقان ديني، وأي مشكلة صغيرة كان ممكن تنفجر. الزاوية الحمراء ما كانتش مجرد خناقة شقة، دي كانت مثال إزاي شرارة صغيرة في وقت غلط تتحول لكارثة كاملة. الرئيس المسلم للدولة المسلمة لا يقبل المساس بأي مواطن عنده